حاجة قاعد باتحسّر كل لمسة إيساك بيلمسها بالكورة، كل تحرُّك، كل شوطة، كل باصة على الجون، مش ممكن قاعد باتحسّر اللي هو إزاي عينك ما جابتش المهاجم ده، إزاي ما تكونش في الصيف اللي فات الpriority بتاعتك أو الnumber one priority إن أنت تروح تجيب إيساك ده، وتوفّر كل الفلوس اللي أنت جِبت بيها ميرينو وكالافيوري والفلوس اللي هتدفعها لستيرلينج في الرواتب بتاعته دي، وتمشّي اللعيبة اللي أنت مشيتها وروح هات إيساك بس مش عايز صفقة تاني. مش عايز أي صفقة تاني، إزاي ما النادي ما اتحرّكش على لعيب زي ده، أحسن مهاجم رقم 9 في العالم دلوقتي، اتفرّج بقى على سعره هيبقى عامل إزاي بعد الموسم ده، بعد كل الأداء اللي هو قاعد بيأدّيه مع نيوكاسل، والأجوان اللي قاعد بيحطّها في الفرق، والconsistency اللي هو فيها، سريع، finisher، بيعرف يرقّص، بيعرف يلعب بدماغه، بيعرف يشوط بيمينه، بيعرف يشوط بشماله، كورته حلوة كمان، فأسيستاته كويسة جدًا، أحسن رقم 9 في العالم حاليًا. يعني based على الcurrent form أحسن رقم 9، أحسن من هالاند، أحسن من أي حد تاني. مين تاني رقم 9 في العالم عليه القيمة؟ مين يعني؟ ليفاندوسكي أكيد، إيساك أحسن دلوقتي. مين في ريال مدريد مثلًا رقم 9 مهاجم؟ مبابي يعني؟ إيساك أحسن منه دلوقتي، أحسن من كيليان امبابي. ما فيش يعني. أنا مش مصدق فرق الquality ما بين لعيب زي ده وما بين اللي عندنا. ال3 اللي قدام كلهم هافرتز بمارتينيلي بتروسارد، مش ممكن فرق الكواليتي. يعني انا فعلا ما عنديش مانع، خدوا يا نيوكاسل فلوس وخدوا ال3 لعيبه اللي عندنا قدام دول وهاتوا ايساك ده ونبني فرقه تانية من حواليه، مش مشكله، بس ما ينفعش.